الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا. وحلقة جديدة وفيها أحداث كتير جدا. الهلال السعودي، نادي الهلال بيودع كأس العالم للأندية بعد أداء مشرف جدا. و آه زي ما قلنا هو فخر العرب في البطولة لحد دلوقتي، وعمل إنجاز تاريخي بفوزه على مانشستر سيتي في الماتش اللي فات في دور ال 16 ويقسمني البطولة. ولكن ما يوافقوش الحظ وما يحالفوش الحظ في الماتش دور الثمانية مع فلومينينسي، وبيتغلب بنتيجة 2-1 بعد أداء مشرف جدا، بعد ضغط عالي ورهيب جدا في آخر يمكن 7 دقايق الوقت بدل الضايع. شفنا يمكن 5 كور ركنية. طبعا الأهداف اللي جت في الهلال أهداف من أخطاء دفاعية بحتة. طبعا حارس نادي الهلال يعتبر هو أفضل حارس في البطولة بتصدياته الخرافية جدا، اللي فعلا يتعمل لها تمثال. ياسين بونو هو حارس مرمى رهيب جدا، وحارس مرمى قوي جدا، وهو اللي كان شايل فريق الهلال. يعتبر فعلا حقق مقولة إن الحارس هو نص الفريق. سريعا، طبعا عبد الرازق حمد الله كان معار من نادي الاتحاد السعودي لنادي الهلال، وبينهي طبعا تعاقده مع الهلال بعد إقصائه من البطولة. وده بيعتبر أسرع إعارة في التاريخ. بعد 46 ساعة فقط بينتهي رحلة اللاعب عبد الرازق حمد الله مع نادي الهلال. خلونا ننتقل طبعا باقي الماتشات بتاعت ربع النهائي. عندنا ماتش مع باريس وبايرن ميونخ النهارده الساعة 7. ماتش هيبقى قوي جدا طبعا بين باريس سان جيرمان بطل أبطال أوروبا مع البافاري الألماني فريق بايرن ميونخ. هيبقى ماتش قوي جدا، واتوقع ان باريس هو اللي هيكسب الماتش ده. وبالميراس مع تشيلسي، وانا بتوقع ان بالميراس هيعمل مفاجأة ويكسب تشيلسي. طبعا الناس كلها تقول تشيلسي هو اللي ممكن يصعد، ولكن انا بتوقع صعود بالميراس. ماتش قوي جدا برضو بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند، وانا بتوقع برضو ان الريال طبعا يصعد. آه، خلونا نشوف الماتشات ايه اللي هي مين الثلاث فرق اللي هتلحق بيه فلومينينسي، وساعتها نبقى نحدد طرفي النهائي ان شاء الله. نروح من كأس العالم للحدث اللي قالب الدنيا بقاله يومين: دييجو جوتا وفاة ورحيل اللاعب البرتغالي جوتا في حادث سير، طبعا زي ما شفنا في اسبانيا وانتشر على مواقع التواصل. الحادث بتاعه هو وشقيقه كانوا في رحلة لعودتهم من اسبانيا، فاختلال في او فردة كاوتش ضربت، فتوفاه الله طبعا بعد اشتعال النيران في العربية او في السيارة. آه، العالم كله اتقلب على جوتا يعني. شفنا إن حتى النهارده في ماتش الهلال وفلومينينسي دي احداد على روحه، والعالم كله مقلوب على جوتا. طبعا ربنا يرحم الجميع، ولكن في لعيب تاني، في بطل تاني استشهد، بطل عربي حقيقي، ومحدش يمكن يتكلم عليه. يمكن خبر وعدى كده بسرعة، ومحدش حتى في أي مكان قال عليه. اللاعب مصطفى أبو عميرة استشهد جراء القصف على إخواتنا في غزة. طبعا بندعي لإخواتنا ربنا ينصرهم يا رب، وربنا معاهم في أزمتهم، وإن شاء الله ربنا يرجع الأراضي بتاعتنا تاني لأهالينا في فلسطين. آه، طبعا حدث برضو قلب الدنيا في مصر من امبارح، وهو اعتزال شيكابالا عن عمر 39 سنة بعد 20 عام قضاهم شيكابالا
داخل جدران نادي الزمالك، طبعا وسط كذا رحله في احتراف واعاره لنادي الاسماعيلي. ولكن بيقرر شيكابالا، وبعد طبعا هو عقده مستمر لمده موسم، ولكن هو قرر ان هو يعتزل بمزاجه برضه. يعني شيكابالا كان المفروض مبطل كوره بقاله حبه حلوين، ولكن بيعتزل، هو اللي بيقرر ان هو خلاص ينهي مسيرته بنفسه، وبيقول كفايه كده. بعد 20 سنه محقق شيكابالا 18 لقب مع نادي الزمالك، ويعني مش عارف بجد 18 لقب في 20 سنه. انا عندنا امام عاشور لسه ماضي بقاله سنه تقريبا او سنتين، محقق حوالي 6 ألقاب لحد دلوقتي، زي كأس التحدي والبرونزية كأس العالم. الحاجات دي في نادي الزمالك، لو عندي نادي الزمالك هيبقوا بطولات، ولكن رسميا آه، إمام عاشور 6 بطولات في حوالي سنة ونص أو نقول سنتين. طبعا عقد إمام عاشور ممتد لسنة 28، فبالمعدل ده كل سنة هيبقى إمام في خلال 5 6 سنين هيعدي الرقم بتاع شيكابالا. فطبعا جمهور الزمالك طبعا عظيم، آه، زعلان على الأسطورة إن هو خلاص كده، وإن هو خلاص متعة كرة القدم انتهت عندهم بالنسبة لهم بعد رحيل شيكابالا. ولكن أنا عايز أقول لهم حاجة: هنيئا لكم، هنيئا لكم. الفترة اللي جاية هتشوفوا بطولات كتير تخش. يعني تقولوا لي شيكابالا هو السبب؟ لا، مش هو السبب، يعني أنا ما بقولش كده، ولكن شوفوا الزمالك بعد رحيل شيكابالا هيبقى عامل ازاي، اوضه اللبس هتبقى عامله ازاي، اللعيبه هتبقى عامله ازاي، البطولات اللي انتوا بتحلموا بيها هتنافسوا عليها ازاي، او ايه اللي هيتم. مش هقول ان شيكابالا السبب، بس انتوا هتشوفوا الفرقه عامله ازاي بعد رحيل شيكابالا. آه هنشوف نادي الزمالك حاجه تانية مختلفه. فعلا الزمالك كان واقع الفتره اللي فاتت، ولكن بعد رحيل شيكابالا اعتقد ان الزمالك هيفوق، واعتقد ان هو هي هينافس ويخش بقوه كبيره جدا الموسم اللي جاي على البطولات اللي هيشارك فيها ان شاء الله. طبعا في بعد انباء رحيل عمرو السولية عن النادي الاهلي، في اخبار ان السولية هيروح الزمالك او انتقاله للزمالك. فانا عايز اسمع انتوا الكلام ده جبتوه منين؟ سولية مين اللي يروح الزمالك؟ معلش يعني انا اسف، مع احترامي طبعا لنادي الزمالك وجماهيره، بس السولية خط احمر، استحالة طبعا. يعني اذا كان يعني عبد الله سعيد جه، بس ده جه بعد كام سنة، بعد 6 سنين، بعد ما خلاص ما حدش بقى يسمع له حس ولا بيسمع له ولا بيشوفه، فراح. انما السولية هو نفسه ما يقدرش يعمل كده، يعني بجد يخسر قاعدة كبيرة من جمهور الأهلي. يعني هو السولية من الإسماعيلي وجاي لنا من الإسماعيلي، ولكن هو يعتبر ابننا. فخلاص هو كان جاي له عروض من قطر، من السلاك القطري وكذا فريق، ولكن وكان في عرض من ليبيا نادي السويحلي، ولكن السولية يلعب لأي نادي ما عدا الزمالك. يعني أنا من وجهة نظري إن السولية نفسه ما يقدرش يعمل ده. فأخبار طبعا، يعني على فكرة الخبر أنا جايبه من موقع مشهور جدا وجريدة ليها قناة على الفضائيات، ولكن يعني ما علينا. يعني عمرو السولية مش هيروح الزمالك، يعني خبر أكيد مني أنا بقى إن السولية مش هيروح الزمالك. يعني الصورة دي، انا اول ما شفت الصوره دي انا اتخضيت، قلت ايه ده ياما في ايه؟ الزمالك جايب مدير فني بيعمل له تقديمه او بيعمل له برومو زي اللعيبه. يعني اول مره نشوف، هو كويس، حاجه حلوه ان هم جددوا، هم بيقلدوا بقى برضه تاني. يعني احنا كنا بنقول ميدو ولجنه التخطيط في الفيديو اللي فات وبلاش تقلدوا وخلاص، ولكن انتوا بتقلدوا البرومو بتاع بن رمضان مع المدير الفني بتاعكم الجديد. هي حاجه جديده وبرضه تقليد اعمى. لان انا شفت الصوره دي اتخضيت، قلت هم جايبين فعلا فارس حقيقي من الرومان وبتاع وملبسينه لبس روماني وكده، وهيدينا واحده بالقوس والسهم. ولكن بعد ما شفت الصوره اللي بعدها بقى انا حتى ضحكت على نفسي من الضحك، ايه ده؟
يعني ده ايه ده بجد والله. انا مش عارف بصراحه مين ده، وايه الحاجات المتنطوره حواليه دي. طب هو ليه اعزل؟ يعني ليه بعد ما الحاجات المتنطوره دي المفروض يبقى فيه جثث، في شويه حاجات كده مترميه، وماسك بقى القوس والسهم او البتاع الحربه اللي بتبقى مع الفارس الفرعوني، وهو المفروض كانوا لبسوه فرعوني. لو هي التقديمه بقى تتعمل صح، الفارس اللي قاعد على الشعار بتاع الزمالك فرعوني وقوس وسهم، انما ده ايه ده؟ مش عارف بصراحه. يانيك فيريرا. يانيك فيريرا، آه، مدير الفني لنادي الزمالك الجديد. عنده حماس، جاي عنده حماس، ربنا معاه، ربنا يوفقه يا رب، ونشوف الزمالك تاني يرجع لمستواه ويرجع للمركز التاني بتاعه. سيبونا من الزمالك بقى، خلينا نروح في حتة تانية. طبعا مع المارد، النادي الاهلي. شركة الاهلي لكرة القدم تتعاقد مع هاير العالمية. عارفين طبعا شركة هاير بتاعت الاجهزة الالكترونية او الكهربائية. آه، شركة عالمية طبعا، بتعمل شراكة مع النادي الاهلي، وما بالتعاون مع الشركة المتحدة للرياضة، المسوق الحصري لحقوق النادي الأهلي، والتي تقوم بدورها المميز في تعزيز قيمة العلاقة التجارية للنادي والربط بينها وبين العلامات التجارية المرموقة. ده الأهلي. دايما هنقول إحنا في حتة تانية، دايما هنقول إحنا فارقين عن كل فرق مصر وأفريقيا والعرب بسنين ضوئية. يعني بالرغم من اللي بنشوفه، الهلال شوفوا عمل إيه وصعد لحد فين ووصل لحد فين في كأس العالم للأندية، ولكن يظل النادي الأهلي برضو هو آه، العلامة المميزة في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. آه، أتمنى إن الناس تفهم ده، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله المرة الجاية. عايزين نوصل الحلقة إن شاء الله ل 100 لايك. إحنا لسه بنبتدي زي ما قلت لكم، محتاج دعمكم، وقربنا نوصل ل 100 مشترك. إحنا لسه في البداية، والحمد لله البداية خير بإذن الله، وان شاء الله ربنا يوفق في اللي جاي. واتمنى منكم الدعم دايما باذن الله، ان ده هو اللي بيشجعني ان انا استمر في الفيديوهات واقدم لكم محتوى يليق بيكم. وكل مره بتشوفوا حاجه جديده في الحلقات، وان شاء الله المحتوى بتاعي يعجبكم. اتمنى دايما اشوفكم على خير، وتتواصلوا معايا دايما في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وتتفاعلوا بالكومنتات. طبعا اكيد هرد عليكم. اشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.